دفعة تالتة اعدادي وصلنا لنهاية الرحلة، خلاص فاضل لنا خطوة كمان عارف، وخلاص فاضل تكة، ففاضل تكة. النهارده اخر درس الجبرا، بعد كده فاضل لنا فيديو كمان الاستاتستيكال الاحصاء، وده حوار عبيط قوي يعني. يبقى معاك بس الحصه الجايه ضروري كالكوليتور انزلها لك على طول خلال يومين بسرعه عشان تبتدي مراجعات الالجبرا معانا. طبعا احنا نزلنا مراجعات الجيومتري من فتره، يا رب تكون وصلت لك وتكون فاهم وخليك متفائل، وزي ما قلت لك كده ما تقلقش من اي حاجه. الوقت اللي باقي ده هتلاقيني معاك وفي ظهرك، هتلاقي فيديوهات كتيره قوي سواء عندنا في المنصه هنا، سواء على اليوتيوب، سواء على صفحه الفيسبوك، فما تقلقش انت في امان ان شاء الله. تعال نشوف الليسون بتاعنا النهارده بيتكلم على حاجه اسمها الفاريشن. تعال نشوف الفاريشن كده والقصه بتاعته ماشيه ازاي. هشرحه لك عشوائي كده بالشعبيني الاول، فاهم؟ وبعد كده واحده واحده نشوف السلايدات بتاعتنا ونشوف القصه بتاعتنا والجزء بتاع الباوربوينت والنظام بقى. ايه الفاريشن ده العلامه بتاعته. الفاريشن عند حضرتك علامته بتبقى كده، في منه نوعين. نشرح كده ايه زي ما قلت لك شعبي كده، وبعد كده واحده واحده نخش تاني ونعيد على التفاصيل. كلمه فاريشن ليها اسم تاني اسمها تشينج. حلو الكلام ده. الفاريشن او التشينج العلامه بتاعته اهي، اوكي؟ خلي الشرح ده يتعاد مرتين، ماشي؟ طب الفاريشن ليه نوعين، نوع دايركت ونوع تاني انفرس، اوكي؟ طب ايه الفرق بينهم وعباره عن ايه دول يا مستر؟ تعالى اقول لحضرتك. الفاريشن دي بتبقى علاقه ما بين حرفين، مثلا اكس وواي، والعلامه اهي. الشكل اللي قدامك ده بنقول عليه ان هو دايركت فاريشن. عرفت منين ان هو دايركت؟ عشان الاكس والواي هما الاثنين فوق. يعني ايه فوق؟ تعالى افهمك. لو جيت عملت لك الاكس وعلامه الفاريشن 1 اوفر واي، دي لما اجي انطقها اقولها بقول ان الاكس فاريشن انفرسلي او انفرس فاريشن مع الواي. ليه بقى؟ عشان واحده فوق الاكس والواي تحت. يبقى انا عندي نوعين في الفاريشن، اشتري مني كده واحده واحده. الدايركت يا قائد والانفرس. الدايركت بيبقوا الاثنين فوق، بعد كده تفهم، او الاثنين تحت، افهمك كل التفاصيل دي. الانفرس من معناها هي مقلوب، عكس. فتلاقي واحده فوق وواحده تحت. مش فاهم اي حاجه قوي يا مستر. تعالى كده اقول لك لقطه كده. الفاريشن بتاعت حضرتك ده الدرس كله من وجهه نظري انا في سطرين. ايه هما السطرين؟ قال لك ما تيجي نلغي علامه الفاريشن دي خالص، بس على شرط لو لقيت علامه الفاريشن ممكن تشيلها وتحط بدلها ايكوال ام. ايه ام ده؟ ام ده اللي هو الكونستانت، حاجه ثابته، ماشي؟ يعني في الحاله دي هتبقى اكس ايكوال ام واي. طب وبعدين؟ لا بعدين دي هشرحها لك بالمثال. يبقى انت دلوقتي لو عندك اي علامه فاريشن هتشيلها وتحط بدلها ايكوال ام. طب الناحيه الثانيه يا رجاله، لو عايز اشيل علامه الفاريشن ينفع اشيلها؟ ينفع، احط ايكوال ام بس اوفر واي. مستر ليه حطيت الواي تحت؟ عشان هي انفرس كان مكانها تحت، وهنا الواي موجوده في مكانها، ماشي؟ طب هنقول كل حاجه ما تقلقش. يبقى احنا عرفنا ان علامه الفاريشن بنشيلها ونحط بدلها ايكوال ام. خليك معايا واحده واحده. انا لما جيت احاول اقنعك بالدرس قلت لك الدرس السطرين. يلا بينا نشوف كده السطر التاني. قال لك في اوبشن تاني ده بتستخدمه لما يجي يطلب منك ويقول لك هات الريليشن. هتستخدم ان انت تشيل علامه الفاريشن وتحط ايكوال ام. طب لو قال لك هات لي فاليو او قيمه نمبر، قيمه معينه لحاجه. بص يا باشا، مش هي دايركت؟ هتقول x1 اوفر x2 ايكوال y1 اوفر y2 اللي انت بدات بيه، x1 x2 y1 y2 عشان هي دايركت. طب هي لو انفرس هتبقى x1 اوفر x2 ايكوال y2 اوفر y1. يبقى نقول تاني واحده واحده. في الاطار بتاع الدايركت x1 x2 y1 y2 عشان هي دايركت مباشر. طب في الاطار بتاع الانفرس هعكس x1 x2 يبقى الناحيه الثانيه على طول y2 وبعد كده y1. طب وبعدين يا مستر؟ لا ولا بعدين ولا قبلين، انت كده فل قوي. تعال نشوف الاكسرسايز ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وهنفهم بعد كام سؤال. هنا بيقول لك شيل علامه الفاريشن وحط ايكوال ام، اوكي؟ هنا بيقول لك ان الدايركت بتاعك y1 y2 x1 x2 كلام قلناه، بس مش هيك يعني مكتوب بخط حلو. تعال نشوف السؤال جاي ازاي. طب السؤال ده ممكن يجي وممكن لا يا باشا. انت بسم الله الرحمن الرحيم معاك 3 درجات في الامتحان في فيديو النهارده. ان شاء الله ان شاء الله هتجيب احلى سكور في الماس. اشتري مني وافتكر الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خليك متفائل بس. العلامه دي عشان السؤال ده جاي في الامتحان. واي دايركت فاريشن مع الاكس. عرفت منين انها دايركت؟ عشان الاثنين فوق. ماشي، مدينا الواي ب 21 مدينا الاكس ب 7. بيقول لك فايند ريليشن. طب ثانيه واحده، طلب ما طلبش ما تيجي نقسم الصفحه. هو درس الفاريشن ده كام جزء، كام سطر، كام معلومه؟ 2.
علامه الفاريشن، يا لهوي لو بتفهم مره واحده تبقى اسطوره يا ابني والله. اشيل علامه الفاريشن واحط بدلها ايكوال ام اكس. صح كده قائد؟ صح. احنا بقى هدفنا نجيب الام دي بكام؟ طب دي اجيبها ازاي؟ وعايز الريليشن. قال لك هتشيل الواي الاولى وتحط مكانها 21 وهي دي ام. اكس هتشيل الاكس الاولى وتحط مكانها 7. طب انا عايز اجيب الام دي لوحدها، فاخلص من التايم 7 تروح بديفايد، يبقى 21 ديفايدد 7 تطلع ب 3. يبقى الام عند حضرتك بكام يا قائد؟ ب 3. حلو الكلام. طب الناحيه الثانيه بسم الله. جبت الجزء الاولاني اللي هو الريليشن. الجزء الثاني اللي عندك في الدرس ايه هو؟ x1 اوفر x2 ايكوال. انت جبت ان ما تنساش انت جبت الام بكام؟ ب 3. عايز حته دلع برضو عشان افرتك لك الدنيا بدري بدري. تعالى بقى نكتب الريليشن. شفت دي؟ y ايكوال، هشيل الام واحط مكانها قيمتها اللي انت جبتها. كده انت عظمه. كده انت جبت له الريليشن بالسلامه. تحطها في بوكس كده حته شيك. طب عايز اجيب قيمه حاجه x1 x2 y1 y2. ليه ما شقلبتهاش؟ عشان هي دايركت. طب تعالى نشوف x1 هي اول اكس قابلتك في المساله ب 7. x2 هو بيسال عليها، عايز الاكس الثانيه. y1 هي اول واي قابلتك في المساله 21. y2 اللي هي ب 36. هنعمل سيزور، هيبقى 7 تايمز 36 اوفر 21. هيطلع الانسر بتاع حضرتك بكام يا معلم؟ ب 12. يبقى انت قدرت تجيب القيمه بتاعتك اللي هو كان عايزها. ده اول سؤال وانا شايفه سؤال حلو، وعايزين على الاقل سؤالين ثلاثه كمان عشان نقدر نستوعب الموضوع كله زي الفل. بيقول لك الفاريوس انفرسلي او الفاريشن الانفرس. واي علامه الفاريشن 1 اوفر اكس 100 100. واي ايكوال ام اوفر اكس 100 100. الشغل بتاعها واي 1 واي 2 هتبقى اكس 2 اكس 1 عشان هي انفرس. بعديها نلاقي سؤال. بسم الله. تعال نشوف المزاج بقى، نشوف المزاج والروقان. بسم الله. واي تشينج، يعني ايه تشينج يا معلم؟ يعني فاريشن. انت مركز في ال 10 دقايق اللي فاتوا ولا لا؟ انفرسلي، عينيا. الواي تشينج انفرسلي مع اكس. وقف يا على مزاجك لو رايق. دي تتكتب ازاي يا رجاله؟ باللغه اللي عينينا حباها. واي علامه الفاريشن 1 اوفر اكس. ايه ده عرفت منين؟ يا عم ما هو تشينج يعني فاريشن ودي علامه الفاريشن. طب ليه ما كتبتش اكس يا مستر؟ عشان هو كاتب انفرس، فعشان كده قمت عامل 1 اوفر اكس. كده انت اسطوره. هنقسم الصفحه عشان نضمن الثلاث درجات. عندك هنا بجيب الريليشن واي ايكوال، اشيل علامه الفاريشن ام اوفر اكس، او ممكن اخليها y1 اوفر y2 ايكوال x2 اوفر x1. صح كده ولا ايه؟ زي الفل. يلا نحل دي هدفنا. عايزين نجيب الام. هنشيل الواي الاولى، حط تاني ام اوفر. هنشيل الاكس ونحط مكانها 3. طب مستر لما كان في اكس لا بتشتغل على الحاجات اللي في الاول لما تيجي تجيب الريليشن. طب عايز اجيب الام لوحدها، اخلص من الديفايدد 3. اعتقد الكلام ده مالتي، يعني هعمل له تايمز 3. يبقى الام عند حضرتك 10 تايمز 3 ب 30. يلا نكتب الريليشن بقى اهو. واي ايكوال 30 اوفر اكس. بالسلامه، انت راجل عظمه. طب عايز اجيب الجزء الثاني. بيقول لك هات الاكس لما الواي تبقى عينيا الاثنين. واي 1 هي اول واي قابلتك في المساله 10. واي 2 هو بيسال عليها. x2 يعني الاكس الثانيه عشان هي اسمها x2 مش دي. x2 اللي هي 5 وبعديها 3. يلا نعمل سيزور. يبقى 3 تايمز 10 اوفر 5. هيطلع الانسر بكام على طول؟ 6. يبقى انت كده فنشت السؤال. على فكره هم لسه اول سؤالين بس، لو انت رايق اقسم بجلاله الله الفكره خلاص، فكره في الدماغ اتحفظت. تعال نشوف الباقي ونشوف دماغك ماشيه ازاي معانا في الحصه. هنكمل يا رجالتنا. انا رحت خدت بريك كده عشان كنت مهبط معلش فاهم، فاكلت كده وغيرت وروقت على حالي. تعال نكمل الفاريشن ونقول لك لقطه جديده ونرجع للقطه اللي فاتت، عشان اللقطه اللي فاتت دي هي الحوار كله اللي هم السؤالين بتوع الفاريشن. اتفقنا الدايركت والانفرس. هناخد حاجه تاني مختلفه سيكا وبعد كده نرجع نكملها مع بعضينا ونرجع ندوس في الحاجات اللي احنا بدأناها سوا. بص يا كويس، ده كان السؤال اللي احنا حليناه اخر سؤال. بعد كده ناخد ليفل تاني من اللي تشوز والروقان. ايه التفاصيل بتاعت اللي تشوز ده؟ بيقول لك which relation represent direct variation. ازاي اقدر احدد ان الفاريشن ده نوعه دايركت؟ بص يا كويس، قبل ما نقول السؤال ده عايز افهمك كده كام تفصيله صغيره. لو لقيت الاكس في ناحيه
والواي في ناحيه. يعني ايه في ناحيه؟ يعني الفاصل ما بينهم ايكوال. الاكس في ناحيه والواي في ناحيه والاثنين فوق، يبقى معنى كده ان ده دايركت. طب لو لقيت الاكس في ناحيه والواي في ناحيه، يعني ايه في ناحيه؟ يعني الفاصل ما بينهم ايكوال بس الاثنين تحت، يبقى برضو دايركت. طالما الاثنين في نفس الاماكن شبه بعض يبقى دايركت. طب لو لقيت الاكس في ناحيه والواي في ناحيه تحت، يعني واحده فوق واحده تحت، يبقى في الحاله دي النوع ده اسمه انفرس. طب لو لقيت الاكس هي اللي تحت والواي هي اللي فوق، بس اهم حاجه كل واحده فيهم تكون في ناحيه، يبقى نقدر نقول عليها برضو انفرس عشان هما عكس بعض. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ ما تقلقش، انت عارف نظامي في الاول كده تلاقي الدنيا سيكه ملخبطه، واحده واحده هنلم لك كل الافكار دي قبل ما تخلص الفيديو. في لقطه تاني كمان اهم بقى واحلى. لو جاب لك اكس واي ايكوال 3 وبيسالك نوع الفاريشن ده دايركت ولا انفرس، حاليا ما اعرفش احدد. كلمه ما اعرفش دي اجابه اللي هي قائد. بص يا باشا، عشان الاثنين في ناحيه واحده فانا عايز اخلص من حرف منهم. تعال نخلص من الاكس دي، لازقه في الواي تروح هناك بايه؟ بديفايدد، يبقى الواي عباره عن 3 ديفايدد اكس. كده الواي في ناحيه، كده الاكس في ناحيه، واحده فوق وواحده تحت، يبقى في الحاله دي مالها انفرس. يبقى لازم تبقى كل واحده في ناحيه، ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، الاثنين فوق دايركت الاثنين تحت دايركت، واحده فوق واحده تحت انفرس. طب الاثنين في ناحيه واحده لازم اودي واحده الناحيه الثانيه. تعال نشوف السؤال هنا بيقول لك مين من دول دايركت. تعال نشوف مين من دول دايركت ونبتدي نحدد. بسم الله الرحمن الرحيم، دي دايركت، الاكس الواي دي في ناحيه ودي في ناحيه، الاثنين فوق من غير تفكير، هي دي الدايركت عندنا. ماشي؟ فكره برضو شرحناها بسرعه وهنرجع تاني ندوس على افكار تاني واحده واحده. ده سؤال جمدان جمدان الجمدان الجمدان. في حته من الفاريشن اكيد وفي حته كمان من البروبورشن. بيقول لك بروف ان الاكس دايركت فاريشن مع الواي. ماشي؟ طب هعمل ايه؟ بيقول لك هنا كلمه اف، لو انت متابع معانا الحصص بتاعتك كلها فكلمه اف دي المفتاح السحري عندك. تعالى نعمل ال 3 تايمز نيجاتيف اكس بلس 3 واي، قلتها والله في الفيديوهات اللي فاتت، ايكوال ال 1 تايمز 2 اكس بلس واي. حلو الكلام. تعالى نعمل تايمز 3 لدي، يبقى نيجاتيف 3 اكس وادي هنا اهو بلس 3 تايمز 3 اللي هي 9 واي ايكوال 2 اكس بلس واي. الخطوه اللي بعديها هنوديهم كلهم في ناحيه واحده. لو انت مصحصح نيجاتيف 3 اكس بلس 9 واي ماينس 2 اكس ماينس واي ايكوال 0. تعالى نجمع بقى. نيجاتيف 3 اكس ونيجاتيف 2 اكس يبقى النيجاتيف 5 اكس. 9 واي ماينس واي، 9 ماينس 1 اللي هي 8 واي ايكوال 0. الخطوه اللي بعديها كل ده حاجات من الايه؟ من البروبورشنال. ال 8 واي هتروح هناك يبقى نيجاتيف 5 اكس ايكوال نيجاتيف 8 واي. النيجاتيف راحت مع النيجاتيف. لحد هنا المفروض تقف وتقول لي يا مستر انا ده اللي اعرفه. طب ما حضرتك كده حليت الاجابه خلاص. ليه؟ انت كده جبتها 5 اكس ايكوال 8 واي. كده الاكس في ناحيه والواي في ناحيه وهما الاثنين فوق، يبقى معنى كده الاكس دايركت مع مين؟ دايركت فاريشن مع الواي. فهي نفس اللقطه بتاعت البروبورشنال تقدر توظفها فين يا قائد؟ في الفاريشن بنفس التفاصيل. ماشي؟ جبناها وزي الفل. تعال نشوف دي، ده سؤال اكسترا. سؤال اكسترا محفوظ. وبعد كده ممكن اقول واحده كمان كومبليت ونرجع بقى نلم الدنيا دي كلها تاني. طب ايه السؤال الاكسترا ده؟ قال لك ان اهو الشكل ده محفوظ حفظ. اول ما تلاقي الشكل ده قائد هتعمل له 2 براكت بتاع الثانيه اعدادي الفاكتورايز. اكس باور 2 هتتفصص لاكس واكس، واي باور 2 هتتفصص لواي وواي. طب وبعدين هتعمل بالاله، شغل معايا الاله كده، مود، بعد كده يطلع لك كذا اوبشن هتختار منها ايكويجن وبعد كده 3. تعال ندوس كده مع بعضينا. مود، ايكويجن اللي هي نمبر 5 في معظم الالات يعني، بعد كده 3. هيطلع لك A و B و C، معرفش انت فاكر ولا لا. هتكتب ال A هو الرقم اللي جنب الاكس باور 2 1، تكتب 1 وبعديها ايكوال. ال B بنيجاتيف 4 بعديها ايكوال. اخر واحده ال C و4 وبعديها ايكوال. هتلاقي الاجابه الاكس طالعه ب 2 بس، فانت هتكتب هنا 2 بس تغير العلامه. هتدوس ايكوال هتلاقي المساله خلصت وبتتعاد تاني، يبقى معنى كده ان انا بكررها تاني وهي لازم يكونوا شبه بعض، لازم شبه بعض. ماشي؟ طب طالما هما الاثنين شبه بعض هتعمل ايه؟ هتاخد واحد بس منهم، x ماينس 2y ايكوال 0.
طب ما نودي دي الناحيه الثانيه، يبقى الاكس ايكوال تو واي. طب ما تقف هنا ثانيه، مش الاكس في ناحيه والواي في ناحيه وهما الاثنين فوق، يبقى معنى كده ان الاكس دايركت فاريشن مع مين؟ مع الواي. سؤال صعب؟ صعب. مستر مش فاهم، حقك مش فاهم. طب نعمل ايه يا قائد؟ نحل واحده تاني. هنعمل ايه؟ هنموت نفسينا؟ نحل واحده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف شكل السؤال. السؤال ده هو السؤال المشهور الحفظ. عرفت منين؟ عشان فيه 3 حاجات مع بعض، حاجه اسمها تراينوميال، فده السؤال الاكسترا، ده السؤال المحفوظ. ماشي، انا حاسس المحفوظ مكتوبه غلط بس مش مهم، مش وقته. اوكي، تعالى نحل دي يا قائد. 2 براكت. في حاجه هعملها الاول مانيوال. الحروف اول واحده فيها اكس باور 2 واي باور 2، فهتتفصص اكس واي اكس واي. مستر ليه ما حطيتش اكس هنا وبعد كده اكس هنا وواي هنا لا، عشان دي لو الواي باور 2 جاي في الاخر هتتفصص، اما دي تعتبر حاجه واحده ففصصتها لجزئين. طب هل الاخيره دي فيها حروف؟ لا، يبقى يلا بينا نشتغل على الارقام. هنعمل مود ايكويشن 3، هتلاقي الاله زي ما هي اصلا، فهتكتب الرقم اللي هنا اللي هو 1 دوس 1 ايكوال، الرقم اللي هنا اللي هو نيجاتيف 6 وتدوس ايكوال، الرقم اللي هنا اللي هو 9 وتدوس ايكوال. هتلاقي الاجابه طالعه اكس بس اللي هي ب 3، فانت هتخليها نيجاتيف 3 وتكررها تاني. صح كده يا رجالتنا؟ قلنا لازم تبقى كده. يبقى ناخد واحده بس منهم نفس الطريقه بنفس الحفظ، ممكن تعيد الفيديو تاني. اكس واي ماينس 3 ايكوال 0، يبقى اكس واي بس هخلص من الماينس 3 تروح هناك ب 3. طب هو بيسالك هل هي الواي، عايزين نعمل بروف ان الواي انفرس مع الايه؟ مع الاكس انفرس فاريشن. طب ما انت لسه قايل من شويه ان ما ينفعش اقول هي دايركت ولا انفرس وهما الاثنين في ناحيه واحده. تعالى ناخد الاكس تروح هناك بديفايدد، يبقى الواي ايكوال 3 ديفايدد اكس، بس كده يا باشا. الواي فوق الاكس تحت، يبقى معنى كده ان الواي انفرس فاريشن مع الاكس، وشكرا على كده. فده سؤال من ضمن الاسئله المحفوظه ومهم قوي قوي قوي. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ خلاص خدت الشلوت، الدنيا معاك فاهم متأزمة. انا كان نفسي تروح تاكل وتروق على نفسك زي ما انا عملت كده، مش لازم تغير يعني، خليك زي ما انت كده. سكينه بقى من دول عشان هعيد لك كل التفاصيل دي تاني وهتفهمها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف السؤال ده السؤال ان شاء الله اللي جاي في الامتحان. بيقول لك الواي دايركت مع الاكس، وادينا الواي والاكس، وبيقول لك عايز اجيب الفاريشن وعايز اجيب بقسم الصفحه. السؤال الرئيسي اللي جاي في الامتحان ان شاء الله، الواي دايركت فاريشن مع الاكس، يبقى الواي ايكوال ام اكس. يلا يا وحش بقى دوس معانا الواي بكام يا قائد؟ ال 20 الجميله. الام اهي، الاكسيه بكام؟ ب 4، ودي ال 4 التايمز تروح بديفايدد، يبقى 20 ديفايدد 4، يبقى الكونستانت عند حضرتك بكام؟ ب 5. يلا نكتب الريليشن، هتبقى واي ايكوال 5 اكس. ماشي. الناحيه الثانيه عايز اجيب الفاليو وقيمه الاكس لما الواي تبقى بكذا. طب مش هي دايركت؟ هتبقى y1 اوفر y2 ايكوال x1 اوفر x2. هنا y1 اللي هي ب 20، y2 اللي هي 40 ايكوال x1 اللي هي 4 وx2 اللي احنا عايزين نجيبها. هنعمل سيزور، هتبقى 40 تايمز 4 اوفر 20. هتلاقي الانسر بتاع حضرتك طالع ب 8 وشكرا. كنت عايز اقول لك على حاجه كده برضو عشان لو انت عايز يعني، خلاص احنا خلصناها كده. شايف الريليشن اللي احنا جبناها دي؟ ممكن ما كنتش استخدم دي خالص. يعني خلاص انت جبت الريليشن، هو بيقول لك انا عايز الواي، استخدم الريليشن دي بقى لما، او هو سوري انا عايز الاكس لما الواي تبقى 40، بشيل الواي واحط 40 ايكوال 5 اكس. كتبت الريليشن بشيلت الواي وحطيت 40، اخلص من ال 5 تروح بديفايدد 40 ديفايدد 5، هتطلع الاكس بكام؟ ب 8 زي ما انت جبتها هنا. فلو عايز تجيب الريليشن وتعوض تمام بدل ما تعمل دي، بس انا رايي الشخصي اعمل دي. ليه؟ عشان لا قدر الله لو جبت الريليشن دي غلط ما تروحش تعوض بيها يا اسطى وهتطلع غلط برضه تاني. يعني لو دي غلط على الاقل هتاخد الدرجه بتاعت دي، يبقى انت على الاقل ضمنت نص الدرجه. يا رب اكون اقنعتك وفهمت انا بقول ايه، ويا رب تعرف تحل دي، يا رب توقف الفيديو وتعرف تحل دي، عشان هو ده السؤال اللي جاي في الامتحان بنسبه 90% ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واي دايركت مع الاكس، عينيا الاثنين، الواي ايكوال ام اكس. يلا حبه حل كتير كده. بسم الله. الواي بكام؟ ب 6، الام اللي احنا عايزين نجيبها الاكس ب 3، نودي 3 تروح بديفايدد 6 ديفايدد 3، يبقى الامايه بكام يا قائد؟ ب 2. يلا نعوض نحطها في بوكس، واي ايكوال 2 اكس. ودي يا باشا خلاص. طب يقول لك انا عايز الواي لما الاكس تبقى 4، ممكن اكتب واي ايكوال 2 تايمز 4 ب 8. شكرا، بس انا ما بحبهاش بس كده اتحدث. طب لو عايز امشيها موظفين، يلا يا باشا y1 y2 x1 x2 نعوض. y1 اللي هي ب 6
y2 ما نعرفهاش، x1 اللي هي بسي، x2 اللي هي ونعمل صفر. يبقى الواي عند حضرتك 6 تايمز 4 اوفر 3، وهتلاقي الانسر بتاعك طالع ب 8 زي ما احنا جبنا. اللي بعده واحده كمان بيقول لك الواي فاريوس انفيرسلي مع اكس باور 2، عينيا الاثنين واي علامه الفاريشن انفيرسلي بس مش مع اكس، مع اكس باور 2. ليه عملتها 1 اوفر اكس يا اسطى؟ ما كاتب انفيرسلي طلع ايده يعني من الامتحان يكتب لك هو. طب يلا بينا هنكتب واي ايكوال ام اوفر اكس باور 2. اول واي قابلتها كقائد بنايس، سهله والله سهله. والام الاكس عند حضرتك 2 اوفر 3، بس هستأذنك تعملها ايه؟ باور 2. طب عايز اجيب الامايه هخلص من الديفايدد تروح بتايمز، يبقى 9 تايمز 2 اوفر 3 باور 2 اللي هي 4. يبقى الريليشن عند حضرتك واي ايكوال 4 اوفر اكس باور 2. ماشي. طب هنا عايزين نجيب الفاليو، عايز تشيل الاكس وتحط هاف براحتك، هتلاقي الانسر بتاعك طالع ب 16. شكرا. طب عايز تمشيها موظفين، احنا قلنا ان هي انفرس، فهتبقى y1 y2 x2 اوفر x1. ليش قلبتها؟ عشان هي انفرس، بس هتاخد صفر برضه. حتى لو انت مركز هتاخد صفر، عشان لازم تبقى مركز قوي يا صاحبي. ازاي بقى؟ عشان عندك هنا اهو الاكس دي اكس باور 2، فانت شقلبتها صح عشان هي انفرس، بس ما تنساش تحط على كل واحده باور. طب يلا بينا يا معلم. الواي الاولى ب 9، الواي الثانيه ما نعرفهاش، الاكس الثانيه بهاف، هاف كتبتها فوق، وتحت 2 اوفر 3 باور 2. نعمل سيزور، يبقى الواي ايكوال 9 تايمز 2 اوفر 3 باور 2، وهنا هاف باور 2. هتلاقي الانسر بتاعك طالع ب 16. وشكرا على كده يا قائد. الفاريشن في لقطه كمان بقالها كتير ما بتجيش في الامتحانات، بس انا بحب اشرحها. بتقول لك ايه بقى؟ لو جاب لك تيبل وقال لك عايز اعرف هي فاريشن ولا لا، هو في نقطتين كده تعال نقولهم بسرعه. انت عرفت تجيب فاريشن لو الاكس والواي كل واحده في ناحيه والاثنين فوق، الاثنين تحت دايركت، واحده فوق واحده تحت انفرس، الاثنين في ناحيه واحده، اودي واحده هناك وابتدي اتاكد اشوف هي دايركت ولا لا. فاضل نوعين. الفاريشن الدايركت لازم 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 يعدي على الاوريجن بوينت ده عشان تبقى عارف. ماشي، يبقى ده كده دايركت فاريشن. في عن طريق التيبل بالعين، هي ال 2 وال 5 7 كده احنا بنعمل ايه؟ بنزيد انكريز، نزيد. طب الناحية التانية نيجاتيف 3 0 1 مالها؟ بنزيد برضه انكريز. يبقى معنى كده الفاريشن هنا مال وقائد دايركت، هما الاثنين نفس الحاجة. طب لو واحدة بتزيد وواحدة بتقل هتبقى انفرس. طب لو اللي فوق بتقل واللي تحت بتزيد، ما كده عكس بعض هيبقى انفرس. طب لو اللي فوق بتقل واللي تحت بتقل هتبقى دايركت عشان هما شبه بعض. بس كده، هي دي الحاجات اللي احنا عايزين نقولها. هنا لو عدت على الاوريجن بوينت هتبقى دايركت، نفس اللي احنا قلناه، بتزيد او بتقل يبقى دايركت، لو عكس بعض يبقى انفرس، ده اللي احنا قلناه بالظبط، بس هو هنا طالع بالشيك. واحده كمان قبل ما نخش على اسئله الهوم ورك، ممكن يكون في سؤال كمان بعد كده اسئله الهوم ورك. بص، ده من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان عبيط قوي بس هو شكله خط. بيقول لك الاتش هي الهايت اوف رايت سيركولار سلندر، ياخدك فاهم، يحكي لك حدوته يسوحك في الاخر هي اتش. فكك من رايت سيركولار، فكك. كمل. اتس فوليوم از كونستانت، نعمل ايه؟ فكك برضه. فيريوس انفيرسلي، يا مستر فكك، لا ده انت هتسقط يا اسطى، دي الجمله الوحيده والكلمه الوحيده اللي انت عارفها اصلا في الدرس. فيريوس انفيرسلي يعني، بس انا بدل ما اعمل اكس وواي هعمل اتش علامه الفاريشن 1 اوفر. ليه 1 اوفر؟ عشان انا فهمت يعني ايه انفيرسلي. سكوير اوف راديوس، يبقى بدل ما بيشتغل على الاكس والواي هيشتغل على الاتش والار، يبقى انا هحط تحت ان هو مستر ار. غلط برضه. ليه؟ عشان قال لك سكوير اوف راديوس. يعني ايه سكوير لو انت ما تعرفش يعني باور 2 كده انت عالمي. يبقى اول حاجه انت خرجت بره الاطار الناس اللي هي متخلفه عقليا. ازاي؟ الناس فاكره ان الماس اكس وواي بس، ده بيبقى اسمه تخلف عقلي، ده تعبان في دماغه. ما هو الماس اي حروف يا اسطى عادي، فهو هنا سماها اتش او ار. تمام. طب كتب فيريوس انفيرسلي، تمام، الكلمه دي منوره وفكتني من كل الهري ده. يبقى 1 اوفر الحاجه، بس سكوير الحاجه سكوير الراديوس يبقى ار باور 2. طب مدينا الاتش والار والار الثاني، عايز بس القيمه يعني، مش عايز النص اللي هو بتاع الام، هو عايز النص الثاني بس. فهتبقى اتش 1 اوفر اتش 2 علشان دي انفيرسلي، فهتبقى ار 2 اوفر ار 1. تاني يا زكي يا هايف عمال تغلط يا اسطى، لازم تعمل باور 2 عشان هي كانت باور 2، ولو باور 3 هتعمل باور 3. يلا بينا نعرف.
H1 عند حضرتك ب 27، H2 ما نعرفهاش، R2 هي الار التانية اللي هي 15.75 باور 2، و R1 10.5 باور 2. عشان نجيب ال H قائد هنعمل 27 تايمز 10.5 باور 2 وتحت 15.75 باور 2. يلا بينا مود 1 27 تايمز open bracket 10.5 باور 2 divided 15.75 باور 2 equal هتطلع ال H عند حضرتك ب 12. وشكرا على كده. ماشي. واحدة كمان من ضمن الأسئلة الإكسترا برضو الحلوة، تعالى نشوفها. بيقول لك الواي، ده سؤال صعب، سؤال إكسترا تركز فيه كده شوية. الواي ايكوال ايه ماينس 9 اعظم، والواي علامة الفاريشن ده دايركت ولا انفرس؟ انفرس مع اكس، 1 اوفر اكس باور 2. ماشي. وادانا الاي بكذا ب 18 والاكس بكذا، فايند ريليشن. ماشي سهل. مين الحتة المنورة؟ انت واخد بالك انا بتعامل ازاي مع السؤال؟ كاني طالب يعني، بحاول اقرا السؤال كده واحده واحده واشوف الدنيا فيها ايه. دي المنوره دي هتتكتب واي ايكوال ام اوفر اكس باور 2. حلو الكلام. طب انت عايز تجيب الريليشن، سهله يا مستر، هنروح نجيب الام نروح نرميها هنا يبقى جبنا الايه؟ الريليشن بتاعتنا. طب هو مدينا، لازم يدينا الواي والاكس، مدينا الاكس تمام بس مش مدينا الواي، مدينا الاي ب 18. طب انت عارف هتعمل ايه؟ عشان هو سؤال اكسترا ازاي تخليه سهل؟ انت عايز الواي ليه؟ ما انت لو عندك الاكس والواي هتعملهم، تخلص من الرقم اللي هنا يروح بتايمز تجيب الام. لو جيت حطيت الام شلت الام وحطيت الرقم يبقى انت كده جبت الريليشن وخلصت. طب تعمل ايه؟ شو بيقول لك الاي ب 18، تعال نقعد بيها هنا. يبقى الواي ايكوال 18 ماينس 9، يبقى الواي بكام؟ ب 9. يبقى انت معاك الواي ب 9 وام. السؤال بقى سهل اهو، الاكس ب 2 اوفر 3 باور 2 وهخلص من الديفايدد تروح بتايمز. 9 تايمز طبعا دي كده بالاله اهي يبقى 4، يعني الام بكام على طول؟ ب 4. يبقى الريليشن عندنا واي ايكوال 4 اوفر اكس باور. ماشي. الخطوه اللي بعديها بيقول لك فايند ذا فاليو اوف واي لما الاكس تكون بكام؟ ب 1. فهتبقى الواي ايكوال 4 اوفر 1 باور 2، يعني الواي بكام؟ ب 4. وشكرا. دي ملهاش، عايز تعملها فوق وتحت واي 1 واي 2 ماشي زي الفل، بس انا شايف ان انت ممكن برضو كمان ايه، نجرب لك واحده للتعويض في الريليشن لو انت متمكن من الريليشن. صح وزي الفل. تروح تاكل، تروح على نفسك، تهدى شويه. انا عارف ان في ناس ممكن تبقى قلقانه كده حاسه انها مش فاهمه قوي، ونرجع عشان نحل اسئله الهوم ورك بتاعتك. وبعد ما نخلص الهوم ورك اعتقد هتبقى فاهم الدرس بنسبه 100%. طيب.